أهلا بكم بعد أسابيع من الشلل الكلي في المحاكم المغربية. سيعود المحامون يوم الاثنين المقبل إلى مزاولة مهامهم بالدفاع على كل القضايا وعلى الأشخاص لا المتهمين ولا المتضررين. ذلك وقع بعد اجتماع دعا له مباشرة رئيس الحكومة المستقل من حزبه سي عزيز أخنوش بدون علم الوزير الوصي على القطاع اللي هو السي عبد اللطيف وهبي. ماذا يعني ذلك ان يعني المحامين انتصروا، بغينا ولا كرهنا، كيفما كانت القراءه السياسيه لهذا الشيء اللي وقع. المحاميون انتصروا ويعني الاضراب ديالهم انتصر، وكذلك يعني العصاميه ديالهم. تعرفوا بان عبر التاريخ المحاميين كان عندهم مواقف كبيره كهيئات ماشي كاشخاص، كهيئات نقابيه ودور النقيب في كل مدينه كان عنده دور، لا في المواطنه ولا في النضال. الاشكاليه في هذا الموقع هو سحب البساط تماما من تحت ارجل عبد اللطيف وهبي الذي تعنت، واقول تعنت، في عدم محاوره هيئه المحاميين، رغم انه محامي زميل لهم واشتغل حياته كلها بالحياه السياسيه في مكتب المحاماه، وبالتالي كنا ننتظر من زميل ان يكون اكثر تواصلا مع الزملاء ديالو، لكن هذا لم يقع مع عبد اللطيف وهبي. اللي انا بكل صراحه وهبي كان بزاف المواقف ديالو تعجبني، هذا واقع، ولكن التعنت ديالو وعدم التواصل مع الاخر تجعل كل ما يفعل محط انتقاد. اخنوش سحب البساط من تحت وهبي. كانت عندنا جوج قراءات. القراءة الأولى هو أن أخنوش بغى يوقف هذا الشلل اللي كانت تعرفوا المحاكم المغربية، وهذا شيء عادي لأن الملايين ديال الدراهم تذهب هباء في كل يوم، لأن الناس ما قديش يتقاضاو، وبالتالي معضلة كبيرة باش حاجة حيوية بحال القضاء والعدالة يتم يعني تشل نهائيا. هذا منين ما قيم تابع وشاف ان الوزير الوصي لم يفتح قنوات النقاش، لا هو شيء طبيعي رئيس الحكومه يحاول يحل المشاكل قبل ما يمشي، ولكن على الاقل كان يمكن له يعلم عبد اللطيف وهبي اللي الان يهدد بالانسحاب من الحكومه اذا لم يتم يعني وضع الملف في البرلمان يوم الاثنين. وهذا ما يمكنش ان الاجتماع اللي وقع بين الممثل عن المحامين ورئيس الحكومه بين بالوضوح في البلاغ ديالو بان سيتم تجميد المسار التشريعي للمشروع. ما معنى تجميد المسار التشريعي للمشروع؟ هو نوقفوه، ما نقدرش يعاود يرجع للمشروع من بعد الا على الاقل حتى الحكومه المقبله بعد الانتخابات المقبله. هذه القضيه ديال التهديد تيشوف فيها وهبي، تنظن بان رئيس الحكومه بغى يفرقع الحكومه قبل نهايه ولايتها. ديجا الممثل الاخر لحزب الاستقلال اللي هو سيدي زربركه تكلم على الفراقشيه، وكان يعني بذلك الكثير من رجال الاعمال اللي تينتميوا لا لحزب التجمع الوطني الاحرار اللي تيرأس الحكومه، لا البام اللي هو الشريك الثاني في الحكومه. وبالتالي ذهاب وهبي وانسحاب وهبي يعني تفكك الحكومه، ويعني يعني ان الحكومه ستنتهي ولايتها قبل الاوان، ولا ستعمل بدون تشريع، ستعمل باغلبيه مطلقه ديال الإيريني، ولا يبقى حزب الاستقلال. يعني كما كان الحال القضيه ماشي في صالح الحكومه وماشي في صالح نهايه المسار ديال الحكومه. القراءه الثانيه اللي يمكننا نقولوا هو ان بعد الهزيمه ديال المهدي بن سعيد في مشروعه حول المجلس الوطني للصحافه اللي تم منعه نهائيا
من طرف المحكمة الدستورية تجي هزيمة ثانية ديال مشروع قانون ثاني ديال وزير ينتمي إلى الطام الذي يجمد، علما أن فاطمة الزهراء المنصوري اللي هي إحدى زعماء الثلاثية التي تتحكم في البام قالت بأنها فخورة بأنها تثمن عمل كل الوزراء ديالها، وأعطت مثال كذلك بالسي عبد اللطيف وهبي الذي نعتته بالجيغي وبالسي مهدي بن سعيد وبالسي السكوري وبالسي الميداوي وبالسي يعني ثمنت العمل ديال جميع الوزراء. الآن تنشوفوا بأن الوزراء ديال البام انهزموا واحد تلو الآخر. مهدي بن سعيد هازم من المحكمة الدستورية، عبد اللطيف وهبي انهزم أمام رئاسة الحكومة، الميراوي كذلك انهزم تغييره بعد 10 أشهر من الإضراب ديال تغييره بالميداوي. هي لم تستطع إيواء جميع المنكوبين من زلزال الحوز. يعني هذا في ماذا نجح وزراء البام؟ لا شيء. كما كان الحال هذه بداية أزمة حقيقية سياسية بين رئاسة الحكومة بين قوسين بين الإيريني بين جبهة التنمية الأحرار ووزارة العدل بين قوسين بين حزب الأصالة والمعاصرة. وهذه البداية تتنبأ بأشياء أخطر في المستقبل اللي يقضيو نهائيا على ذاك الملحمة ولا ذاك الاتحاد اللي ظهروه زعماء الأحزاب الثلاثة ديال الأغلبية. المهم عند المواطن المغربي هو نجاح إضراب المحامين، المهم عند المواطن المغربي هو بداية العمل العادي في المحاكم المغربية ابتداء من يوم الاثنين المقبل. المهم عند المواطن المغربي هو المصالح ديالو اليومية تقضى بدون مشاكل. ما كاينش بزاف المواطنين المغاربه يديو في هذه المشاكل السياسيه، لان مع كل اسف اصحاب السياسه لا تهمهم الا مصالحهم الشخصيه. هذا ما يتضح من خلال هذه الممارسات، ان لا شيء كان يمنع رئيس الحكومه سي اخنوش من اعلان وزير العدل والوزير الوصي على القضيه بالاجتماع مع ممثلي المحاماة، ولا شيء كان يمنع وهبي من التشاور قبل وضع مشروع القانون في دواليب الدولة التشريعية. كل هذا كان يبقى وكان الناس يخدموا السياسة من أجل السياسة، والسياسة من أجل مصلحة المواطن لا من أجل مصالحهم السيساوية الضيقة ومصالح أحزابهم ومصالحهم الذاتية. غدا سأتكلم على الاجتماع ديال المجلس التنفيذي للكاف اللي وقع اليوم في دار السلام. تبعت الندوة الصحفية كلها ديال المتسبين اللي قال بزاف الخرافات، منها ان فخور بما فعله المغرب نظم احسن نسخة سياسية، احسن نسخة ديال الكان هو السنغال هو الكاميرون، ما فيش عزل الكاميرون لا بدا خصو يتثبت. تمنى عمل لا حكم الوسط ولا حكم الفار رغم ان الاخطاء كثيره في النهائي. كما كان الحال عاود دار توازن، دار المغرب خاطرو بالمدح الخاوي وثبت الاخرين. غدا سنعود بالتفاصيل الممله لاجتماع دار السلام، واللي كما اكدت لكم بعد ذلك اكد بان كان 27 لن تؤجل ولن تلغى، لأنها ستلعب في وقتها في كل من كينيا، تنزانيا وأوغندا. إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.